تخيل معايا لو عندك صداع هيفرتك دماغك ورحت للدكتور انت بتثق فيه، قال لك خد الحبايه دي، ده مش مجرد بنادول، ده بنادول برو ماكس، بص 10 دقايق وهتبقى كويس. خدت الحبايه وفعلا بعد 10 دقايق حسيت انك بقيت كويس، الصداع راح. بس المفاجاه ان الحبايه دي ما كانتش دواء، كان شويه سكر او نشا متعبي في كبسوله. ازاي وايه اللي حصل؟ هل انا ما كنتش مريض، كنت بتدلع، ولا عقلي خدعني؟ الحقيقه ان اللي حصل ظاهره طبيه معقده جدا اسمها البلاسيبو. كلمه بلاسيبو اصلها لاتيني معناها سوف ارضي. الموضوع هيبدا في الحرب العالميه الثانيه مع دكتور اسمه هنري بيتشر، كان موجود في مستشفى ميداني وقدامه جنود كتير متصابين محتاجين تدخل جراحي فورا، لكن بيحصل مأزق للدكتور ان ماده المورفين المسكن القوي اللي ممكن يستخدمه لاي تدخل جراحي تخلص منه. وقتها دكتور بيتشر في محاوله بائسه استخدم سيلين سوليوشن او محلول ملح وحقنه للجنود وقال لهم ان ده مورفين مفعوله اسرع واقوى من المورفين العادي. المفاجاه هنا ان 40% تقريبا من الجنود المصابه بداوا يسكنوا ويهدوا، وبدا الدكتور يعمل العمليات الجراحيه كأن الالم راح، كأنه ما كانش موجود. الموقف ده هيثبت لدكتور بيتشر ان توقع المريض والبيئه المحيطه اللي حواليه وثقته في الطبيب، كل العوامل النفسيه دي ممكن تخلق رد فعل بيولوجي حقيقي، رد فعل يقدر يسكن الالم، وده اللي هيتعرف بعد كده باسم بلاسيبو افكت. بعد ما الحرب تخلص هيرجع دكتور بيتشر لجامعه هارفارد سنه 1955 وهينشر ورقه بحثيه بعنوان ذا باورفول بلاسيبو او الدواء الوهمي القوي. اللي حصل ده غير فهم الطب الحديث لاهميه الجانب النفسي في العلاج. بس هو بشكل علمي ايه اللي حصل؟ لما بتاخد بلاسيبو او حبايه سكر او نشا موجود في شكل كبسوله، دواء انت مقتنع ان هو يخليك تخف، وقتها مخك بيفتح صيدليه ربانيه جواه وبيفرز مواد كيميائيه حقيقيه، مواد زي الاندورفين او الدوبامين. بمجرد ما عقلك بيصدق ان الراحه جايه، ان الحبايه دي هي اللي هتكون المسكن، وقتها مخك بيدي امر الجهاز العصبي يفرز مواد كيميائيه زي الاندورفين. دي مواد اقوى من المورفين نفسه وهي اللي بتسكن الالم بجد. لما عقلك بيبدا يحس انه خلاص خد الدواء وكلها مجرد وقت والمسكن هيشتغل والالم هيخف، المخ بيقلل افراز هرمون الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن القلق والتوتر. لما التوتر والقلق يقل، جهازك المناعي يبدا ياخد نفسه ويشتغل بقوه اعلى ويحارب المرض. يعني عقلك مش بس بيضحك عليك، ده بيغير الكيمياء بتاع جسمك بناء على توقعاتك. وليه ما ناخدش سكر او ندي العيانين سكر ونوفر ثمن الدواء؟ لان العلماء اكتشفوا ان البلاسيبو ليه حدود. هو عبقري في علاج بعض الالام زي الارق او الاكتئاب او بعض اعراض الشلل الرعاش، لكنه ما يقدرش يقتل بكتيريا او يصغر ورم خبيث. والاغرب من كده ان شكل الدواء بيفرق. العلماء لقوا ان حقنه البلاسيبو مفعولها اقوى من الكبسوله. الحاله لما بتاخد حقنه بلاسيبو دواء وهمي على شكل حقنه بيقتنع بيه اكتر مما لو كان كبسوله. والحبايه الحمراء بتدي مفعول منشط اكتر، والحبايه الزرقاء بتدي مفعول مهدئ اكتر. العلماء يسموا ده الشفاء المرتبط بالسياق. تقدر تقول ان عقلك بيقرا الطقوس من حواليه، روشته، سماعه دكتور، ريحه مستشفى، حقنه، وبيترجم كل ده لاوامر شفاء. لكن زي ما في بلاسيبو للشفاء، على عكسه في النوسيبو. لو انت مقتنع ان الدواء ده هيجيب لك صداع او ان الاكله دي هتوجع لك معدتك، ممكن فعلا تحس بالاعراض حتى لو ملهاش وجود. العلماء اكتشفوا ان التوقعات هي اللي بترسم خريطه الالم في جسمنا، لدرجه ان هم لقوا ثمن الدواء بيفرق. لما عملوا تجربه وجربوا يدوا الناس مسكن غالي وناس تانية يدوهم مسكن رخيص، والاثنين بلاسيبو دواء وهمي. الغريب ان الناس اللي خدت الدواء الاغلى خفت اسرع، وده لان عقلك مقتنع ان الغالي ثمنه فيه فبيثق فيه اكتر وبيفرز كيمياء اكتر. انت متخيل عقلك بيضحك عليك لحد فين؟ في النهايه تاثير بلاسيبو مش معناه ان المرض وهم، لكن معناه ان القدره على الشفاء حقيقيه وموجوده جواك. وربنا عز وجل ما حطش فينا الاجهزه المعقده دي هباء. الجهاز المناعي والجهاز العصبي هم جيشك الخاص، بس الجيش ده محتاج قائد واثق فيه، واثق ان هو يعدي الازمه، ان هو هيخف. يعني سبحان الله، ربنا خلق الداء وخلق ليه الدواء، وجعل في يقين الانسان بربنا عز وجل وباخده بالاسباب والدواء سر من اسرار العلاج، سر من اسرار الشفاء. يعني المره الجايه لو جالك دور برد او تعبت، افتكر النص العلاج موجود في الروشته بتاعت الدكتور، والنص التاني موجود في ثقتك بربنا عز وجل وجواك.